السوشيال ميديا عموما احنا طول الوقت بننتقد ان ليها سلبيات كتير. خلينا يعني خلينا نفكر في موضوع مثلا الرياضه. السوشيال ميديا كان تاثيرها على الرياضه عامله ازاي؟ لا، تأثيرها كبير قوي. يعني ان انت لما تبقى قاعد بتعمل سكرول على الانستجرام وتشوف ناس ناجحة، وبتشوف ناس بتتمرن، وبتشوف ناس وصلت لإيه، بتاخد انت موتيفيشن، بتحس ان انت لا، انت you can do this, you can do better, you can motivate yourself, you can go to the gym، تمرن تبقى احسن. ف لا، فرقت كتير، فرقت بنسبة 90%. 90%. بس مش بتحسي ان ساعات بيبقى في ناس ما عندهمش المعلومه الكافيه او ما عندهمش النولج الصح بيطلعوا يصدروها، ولان في ناس مش عارفه بتستقبل؟ ده حقيقي. اه يعني ده ساعات حقيقي. بنشوف ناس بتقول نصايح ده مش حقيقي. دقيقه يعني. ده حقيقي، بس هي يعني انا اشوف بطريقة ايجابية، لا فرقت اكتر، لان دلوقتي الناس بقى عندها وعي اكتر عن التمرين، خصوصا البنات. اه في بنات كتير فعلا غير زمان، بنات بالظبط. كتير قوي. فده حاجة حلوة يعني. وانا دايما بقول للناس مش كل حاجة تسمعوها عن السوشيال ميديا تطبقوها على نفسكم. يعني حاولوا تقروا اكتر، حاولوا تروحوا الجيم تسألوا مدرب. شايفه بعينك متاكد انه بالظبط. مدرب. بالظبط. فمش كل حاجة بنسمعها بتكون صح.